أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم سمعنا عن فتح طريق جولة القصر، كذلك سمعنا من قبل عن فتح طريق جولة القصر، عدة طرقات من الطرفين. قبل أيام عندما انطلقت مبادرة فتح الطريق لمنطقة لطريق نهم، أعلنت حكومة مأرب فتح طريق نهم. أعلن الطرف في حكومة صنعاء فتح طريق سرواح، هذاك رفض يفتح نهم وهذاك رفض يفتح سرواح. توحد الطرفين وأعلنوا فتح طريق القوبة عفار البيضاء. هذاك يقول أنا فتح عفار البيضاء وهذاك يقول أنا فتحت عفار البيضاء. من هنا بدأ انطلاق سائق الشاحنة زميلنا الأخ عمر الضيعة، وأعلن الذهاب إلى منطقة قانية ولمشاهدة من هو المعرقل بفتح الطريق. وصل إلى هناك ومعه 13 سيارة فقط لا غير. أعلن فتح الطريق، قالوا له اصبر لنا مهلة لمدة 5 أيام، نبعد شوائب الطريق ونبعد ما يتعلق بعراقيل الطريق. صبر هو مجموعة من الشباب من الإخوة هناك. بعدها أعطوا لهم التصريح، قالوا لهم تفضلوا احنا فاتحين. وصل الخبر إلى حكومة مأرب، استقبلوا فجاء أكثر من 70 سيارة. عاد البعض ورجعوا بعض السيارات وحصل ما حصل، وأدخلوا 13 سيارة اللي تحركت فقط من مأرب. وصلوا مأرب، رحبت بهم حكومة مأرب، قالوا لهم وإحنا مع فتح الطريق، اعطوا لنا مهلة لفتح الطريق. وقامت الشيولات والمعدات بالعمل على الأرض، وهذا ما عرفناه خلال هذه الأيام السابقة. طبعا الآن انطلقت مبادرة فتح الطريق جولة القصر محافظة تعز. احنا مع فتح الطريق، احنا سائقي شاحنات، أكثر ما نعاني نحن سائقي الشاحنات. أعلنت حكومة صنعاء والحوبان فتح طريق جولة القصر. سلطات المدينة وحكومة عدن أعلنوا كذلك من قبل إنهم تم فتح الطريق، وما زالوا واعلنوا حاليا إنهم مع فتح الطريق. من هنا بدأت المعدات والشيولات بإيش؟ برفع الأكوام، برفع أكوام الطريق. البعض خذهم بجولة القصر سارحين مروحين راجعين. يا جماعة مش بهذه الطريقة. الناس تتصل كله يا صلاح فتحوا الطريق، يا فلان فتحوا الطريق، هل صحيح فتحوا الطريق؟ أيوة فتحوا الطريق من قبل الطرفين في الحرب. ماذا بعد فتح الطريق؟ بعدين يشلوا الأكوام التراب، يبعدوا شوائب الحرب، يبعدوا مخلفات الحرب، يبعدوا المتارس، يزولوا أشياء كثيرة، مش بيوم يا ناس ولا بيومين ولا ب3. نحن نعطي لهم مهلة للطرفين. هنا نقول لهم متى بتفتحوا الطريق، هذاك بيعطي مهلة وهذاك بيعطي مهلة. ممكن نجهز 10 سيارات فقط، 10 سيارات فقط حفاظا على سلامة الأرواح، أرواح الناس التي كانت ستسقط في مأرب، لكن الحمد لله تفادوا الناس. هنا تجهز 10 سيارات من الطرف الحوبان، وهنا من طرف الحوبان من المدينة. ثم يبدأ ايش؟ التحرك على موجب هذا الشيء. تبدأ دخول الرايات البيضاء، راية السلام. أين نجزع؟ يا متحاربين أين نجزع؟ أنتم أعلنتم فتح الطريق، متى بتفتحوا الطريق؟ متى بيكون الإعلان؟ متى بيكون العبور؟ هم بيعلنوا بروتوكول عن طريق مأرب وقدهم في صدد الإعلان. الآن الشيء والليل نهار يشتغل. هل كذبنا وقلنا سلطان العرادة كذاب؟ هل كذبنا وقلنا طعيما كذاب؟ لا، ما كذبناش إحنا أحد. إحنا تحركنا على موجب توجيهات تصريحات من قبل الجهات الرسمية التابعة للحكومتين مأرب وعدن. هنا بيتحرك الراية البيضاء، بيتحركوا الشباب بعدد محدود. نشوف ايش المتفق عليه. منو ما يتمناش جولة القصر تفتح؟ منو ما يتمناش؟ من الحلم أصبحت. طبعا احنا سائقين الشاحنات وتوجهون احنا وين؟ 60 50 مدينة النور تعز. سائقين الشاحنات الآن بيميزوا ايش؟ جولة القصر على فكرة. ولا مسموح لنا من قبل حكومة صنعاء هذا الإعلان. لكن إن شاء الله مع الوقت مع الأيام بيعدلوا عن القرار، بيتراجعوا، بيوافقوا، بيتفقوا على أن احنا نعبر طريق واحد إن شاء الله. الآن أشرحكم يا شباب بشيء واحد معين، إنه أعلنوا فتح الطريق، اعطوا لهم مهلة، خليهم يبرحوا الطريق، خليهم يبعدوا الأكوام، خليهم يبعدوا شوائب الحرب، خلي النية تصلح على الناس والناس، خلوا الناس تشعر بالأمل إنه في طريق بتفتح.
بنتحرك بموكب الراية البيضاء، بنشوف منو اللي معرقل، منو اللي كذاب، منو اللي يقول ما بفتحش. هنا الناس بتفصح وتقول يا فلان ما رضيش، او جماعة فلان، او شلة فلان، او حكومة فلان، او محافظة فلان. فاحنا نلتزم الحيادية. نحن نخرج صنعاء وعدن الحديدة إب دمار مارب شبوة، كل المحافظات نطبها احنا سائق الشاحنات. من يسخر من احنا اصحاب الراية البيضاء لا ننفع ولا نفيد، يا اخي انا شخرج ان شاء الله وحدي. الناس مليان يعني، مش انه ما فيش واحد مش يخرج ولا مش يخرج، لكن الخروج بعدد معين بداية مثلا 10 سيارات، فجأة يقول لك 70 سيارة، يا اخي هذا خايف على نفسه وهذا خايف على نفسه. لازم نحدد 10 سيارات فقط مرقمة مرتبة، غير ال10 السيارات هذين إذا دخلين باليوم المعلن هنا من حقهم يأخذوا النول التحقيق، يحلوهم يشوفوا أي تفاهم معاهم. مش معناته إنه ماشي السيارات مثلا دخلين اليوم ال10 السيارات هذين، بكرة بتبدأ إيش؟ مرحلة الدخول والخروج طبيعي، ساعات يوم يومين. إحنا الآن نعطي مهلة الحكومتين يرفعوا مخلفات الحرب، نشوف إن شاء الله بتفتح الطرقات مع الأيام. تفائلوا بخير، تقبلوا تحياتي.